تالت حاجه يأثر على الطاعون ده السن. للاسف السن لما بيكون صغير قوي بتاع القط وبتجيله حاله زي كده بيبقى مفيش فرصه خالص للاسف للدكتور حتى ان هو يتصرف او ان هو يتعامل. الوقت بيبقى ضيق جدا. ممكن يكون مثلا امبارح رجع راح بيه للدكتور امبارح بالليل تلاقي القط النهارده الصبح مات. دي حاجة الفيروس سريع جدا جدا بالنسبة للمناعة الصغيرة أو السن اللي هو شهرين أو 3 4 بنقول بنبدأ إن هو يكون بيشد حيله. لو عندك شك 1%، وده طبعا أنت بتبقي عارفاه أكتر لأن أنت بتبقيش مطعمة. لو عندك شك 1% إن ده الطاعون ما تستنيش يوم واحد بس من غير محاليل. الموضوع ده بيفرق جدا جدا في مقاومه الفيروس، لان الجفاف ساعات بيبقى من اكبر الاسباب اللي بتؤدي لموت القط ده. انه بيفضل نحاول معاه بحقن صبح وليل وحقن مضاد حيوي بس مش بنصبرت الحاله عماله ترجع وعماله تسهل وبتفقد يعتبر بتتصفى، واحنا برضو عمالين شغالين حقن ومش مركزين في حاجه تانية خالص، ان هو ولا بياكل ولا بيشرب وهو بيفقد. يعني الحاله بتتدمر. فاحنا لازم نلحق ده بان احنا نعلق محاليل. دي اول حاجه. تاني حاجه انا عندي قطه والقطه اللي هي اختها تعبت. لازم تتصرفي في القطه دي اللي عندك اللي هي السليمه اللي لسه ما دخلتش في الموضوع ده. مشيها خرجيها من البيت. مش هقول لك القطه اللي تعبانه ليه بقى. القطه التعبانه كانت موجوده في البيت فاوريدي الفيروس هتلاقيه